السلام عليكم، إيه الأخبار؟ يا رب تكون كويس. أهلا بيك في حلقة جديدة من قعدة رايقة اللي هنتكلم فيها عن كل حاجة وأي حاجة. هنتكلم النهاردة عن الثانوية العامة. إيه هي مشكلتها؟ العيب الحقيقي اللي وصلنا لكرهها ووضعها في المكانة دي، إننا بقينا وضعينها في مكانة الغاية وليس الوسيلة أو الطريقة. يعني كل اللي بتبقى عايزه انك تجيب اعلى مجموع فيها وتدخل اعلى كلية اللي هي كلية طب على حسب المجموع اللي انت جايبه. بس المشكلة بقى انك اعتبرتها دلوقتي غاية، مش معتبرها وسيلة عشان تدخل كلية او تجرب مجال معين. وده للأسف غلط، ومن أسباب اللي بيحصل وبنشوفه في الثانوية العامة من انتحار وتعب نفسي وكل حاجة وحشة ممكن تتصورها في الثانوية العامة دي. في ناس معينة بتبقى محددة المجال اللي هي عايزاه فدول تمام، ما عندناش أي كلام عليهم. زي مثلا مسلسل مين قال ده راجل اختار ومفيش أي مشكلة. بس الفكرة في ايه بقى، ان في ناس كتيرة وبيعتبر اغلبنا بيبقى مش حاطط مجال معين في دماغه ولا عارف يبدأ منين. يعني عنده مجالات كتير وما يعرفش ايه احسن فيه، واكتر مجال هو حبه ايه ما هو مجربش ومش عارف ايه احسن حاجة ممكن ياخدها. فعلشان كده في ثانوية عامة، علشان تقولك والله انت جبت مجموع كذا والمجموع ده هيدخلك كلية معينة، فجرب وشوف الكلية ديت والمجال بتاعها، لو عجبك كمل فيه ولو ما عجبكش جرب مجال تاني. هي تعتبر بداية أول سلمة وخطوة في طريقك في الحياة، علشان تشوف ايه المجالات اللي ممكن تشتغل فيها واللي انت حاببها وهتكمل بيها بقية حياتك. علشان كده انا بستغرب جدا من الناس اللي بتقلل من الثانوية العامة وتقعد تقول انها مش مهمة ولا مقياس لحياتك، ودي حاجة ملهاش لازمة ومعمولة علشان تصنف الناس على حسب مجموعها سواء ناجح او فاشل. ودول معاهم حق إلى حد ما، بس كلامهم مش صح 100%، لأن الثانوية العامة مهمة جدا وتكاد تكون أهم مرحلة في حياتك أصلا. لأن زي ما قلنا انت مش محدد مجال معين تدخل فيه على طول، انت يا إما هتكون عارف انت عايز ايه، يا إما عايز تدخل كلية طب على أساس إن الناس كلها تبقى أطباء. مع إن والله الناس اللي مش في المجال الطبي مبسوطين اكتر من المجال الطب وهم بعيد عن الضغط الطب. انا مش بقولك كده علشان اخوفك او اقلقك، بالعكس انت لازم تهون على نفسك وتبقى في حالة صحية ونفسية كويسة. اخرج وتفسح والعب واعمل كل اللي انت عايزه، واهرب من الدروس وروح العب بلاي ستيشن عادي وذاكر نص ونص وكبر دماغك وعيش حياتك. بس تبقى عارف ان ليك سقف وحد معين ما ينفعش تعديه او تتجاوزه، وتعرف انها مهمة وما ينفعش تعديها كده من غير حاجة كبيرة وكويسة. مش زي ما الناس بتقول انك تذاكر 24 ساعة وتحل 50 كتاب وتراجع 20 مرة وتبدأ من الأول خالص وتذاكر وتجتهد والكلام ده، لأن غلط. ومش بس هيتعبك ويرهقك دلوقتي، كمان هتيجي في الآخر وهتكون جايب آخرك ومش عارف تذاكر ولا تعمل اي حاجة، وهتضيع الفترة الاخيرة كلها وهتبقى حرفيا كأنك ما عملتش حاجة طول السنة. طب ليه من الاول انا ما اخدش الامور على الهادي وبالراحة وبنفسية كويسة؟ يعني ازاي اصلا يجي في دماغ حد يقولك ذاكر في اجازة تانية ثانوي علشان تستعد للتالتة؟ انت مستوعب انك تبدأ مذاكرة سنة كاملة 10 شهور في الدروس من أول شهر 8 لحد شهر 6، وكمان يقولك ابدأ من شهر 6 اللي قبلها علشان تبقى مستعد؟ والكلام ده حقيقي وبيحصل والله وقدام. فالمشكلة في الممارسات اللي الناس والمدرسين بيعملوها عشان يهولوا لهم الموضوع ويبين لهم ان الثانوية عامة ديت اخطر حاجة في الدنيا. عشان كده في النهاية بتؤدي لأن الشخص اللي في الثانوية العامة ده والطالب بينتحر سواء في الدراسة أو بعد النتيجة، لأنه فعلا عايش حياة صعبة نفسية وحشة جدا. ومع ذلك ما ينفعش ينتحر، وحرام طبعا، ومهما حصلك في حياتك ما ينفعش تفكر في الانتحار أصلا. بس هو ده اللي بيحصل، وكل ده واللي بنشوفه في أيامها بسبب الأهل والناس اللي هم أصلا مش عايشين ولا هيعيشوا عيشتك وهيسيبوك بعدين. انت اللي هتحدد مستقبلك وهتمشي في الطريق اللي انت عايزه وشايفه كويس. فلازم يكون في توازن، نص الوقت يبقى مذاكرة ونص التاني لعب
وما تشغلش بالك بقى بالشغل وتطوير الذات والكلام ده، لأنها فعلا هتبقى قاعد طول السنة عمال تلعب وتضيع في وقتك، وتيجي وقت الامتحانات والفترة الأخيرة وتلاقي إنك عايز تطور من نفسك وتفضل تضيع من وقتك. هو ده الحاجات ديت مهمة فعلا، بس مش وقتها دلوقتي خالص، ولا هي الحاجة اللي لازم تعملها في الوقت ده. لما تدخل الكلية إن شاء الله هتلاقي كمية وقت رهيب وفضا ممكن تستغله وتعمل فيه اللي انت عايزه. حتى اسأل اي حد في الكلية هيقولك ان انا عندي وقت كتير فاضي مش عارف اعمل بيه ايه، وهو كمان بيجي ساعة الامتحانات ويفتكر 100 حاجة عايز يعملها، واول ما تخلص الامتحانات يبقى مش عايز يعمل اي حاجة من المية اللي كان فاكر ان هو عايز، لان عقلك عايز يشتتك ويبعدك عن المذاكرة والحاجة الصح عموما. فمش لازم تسمع كلامه علشان حتى ما تجيش في الاخر وتقول يا ريتني، وتعذب نفسك علشان ما اهتمتش كويس في الفترة دي. وعايزك ترضى وتحمد ربنا على اي حاجة يعملها لك، لان ربنا ما بيعملش حاجة وحشة او مضرة ليك. ولو جات لك حاجة انت شايفها وحشة فعشان تعلمك حاجة معينة او تكتسب خبرة، او ربنا عايز كده. ودي بتبقى فعلا عن تجربة، ان مفيش حاجة اسمها ان حاجة وحشة جت حصلت لي. اي حاجة وحشة بتعلمك حاجة وبتديك خبرة في الحياة. سنة عادية جدا، منهج وبتفهمه وتذاكره وخلاص وانت ورزقك. ومهما عملت حتى لو كنت ما عندوش دم ولا احساس، برضه هتيجي في فترة هتلاقي انك فعلا مضغوط ونفسيتك وحشة حتى من غير سبب. دي حاجة طبيعية لانك في سنة مش سهلة ولازم هتجيلك الفترة الوحشة، بس اهم حاجة انك تعديها، لان الثانوية العامة دي لازم تسبب اثر فيك، وهتبقى فاكر تفاصيلها وكل حاجة فيها سواء حلوة او وحشة. اسأل اي حد سواء طبيب او اي كلية تانية هيقولك انها اثرت فيه جدا وسايبة فيه اثر لحد لما يموت، وهيبقى فاكرها طول عمره. وده طبيعي وعادي، بس لازم تقول الحمد لله اننا عديناها وخلصناها. انا لحد دلوقتي بشوف فعلا ناس مخلصة ثانوية عامة وفي الكلية، ويمكن مخلصة الكلية كمان بكام سنة، ولسه لما الجدول بتاع الثانوية العامة ينزل او يبقى في امتحانات ثانوية عامة بتقلق وتخاف. طب ليه يا ابني؟ انت اصلا مخلص ثانوية عامة من زمان. هي دي الحالة اللي هي بتعملها، بدل ما تبقى كشخص في الثانوية العامة قلقان وخايف بنسبة 100%، لا، ياريت تبقى خايف 50% بس، علشان ولا تبقى سايب قوي ولا تبقى شادد قوي، علشان حتى صحتك ونفسيتك. يا فرحتي كسبت سنة وخسرت بقيت حياتك، ولازم نحمد ربنا ونشكره على اي حاجة تحصل لك، وانت فعلا تقدر تجيب مجموع عالي من شهر 3 أو 4. والله لو بدأت جد فعلا من اولهم لحد الامتحانات في ال3-4 شهور دول. انا بقولك الكلام ده عن تجربة وخبرة، لان عديت الثانوية العامة وثبت فيا اثر، وحسيت قد ايه هي صعبة، وان مش لازم نسيبها كده. والحمد لله عدت وجبت 99% ودخلت كلية طب، وده والله مش فخر ولا اي حاجة، بس بأكد لك انك ممكن تكون مقضيها في الثانوية العامة عادي خالص، وتيجي في شهر 3 أو 4 وتشد على نفسك جامد وتجتهد جامد، وهتجيب ان شاء الله زي ما انا عملت. وفي النهاية انا بشكرك جدا انك كملت الحلقة للآخر، ولو عندك اي تعليق او اي حاجة ياريت تقوله، ولو عندك حد في الثانوية العامة او داخل عليها ياريت تسمعه الحلقة ديت علشان يستفيد ويفهم هو داخل على ايه، ويعرف ايه الحاجات اللي ياخد باله منها. وبس كده، احلى مسا.